فالكنيسة النهاردة تقول في المزمور فليرفعوه في كنيسة شعب. طب يعني نرفع البابا ديسقورس ولا نرفع أمونة؟ ارفعوا كل مؤمن تائب، ارفعوا كل مؤمن مجاهد، ارفعوا كل مؤمن حريص على خلاص نفسه، ارفعوا كل مؤمن يضع الأبدية أمامه، ارفعوا كل مؤمن يسلك بمخافة الرب، ارفعوا كل مؤمن يسير في درب القديسين. حقا هذه العبارة تنطبق أساسيا على الآباء الرسل والآباء البطاركة والآباء الأساقفة، فليرفعوه في كنيسة شعبه. ولكن الحق هذه الكنيسة العجيبة الجميلة تضع هذا المضمور أيضا لكل الأبرار والأرزنة، مثل أمونة الطفلة البريئة الصغيرة التي كانت للقديسة ربكة. القديسة ربكة زي ما حضراتكم شايفين الرفات بتاعتها، معاها أولادها ومعاها أمونة البنت الوحيدة الصغيرة. وكأن أحد الآباء المعاصرين يقول كده، كأن الست ربكة كده مسك الطبق حمل كده قدام ربنا وقال له اختار الحمل اللي انت عايزه، خد الخمس بالبنات دول، خد أولاد الخمسة. واستشهد هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الشباب أمام عينيها، بل يقال إن هي حطتهم على حجرها وكانوا بيستشهدوا واحد ورا واحد. يا لهذا الصبر ويا لهذا الجلد ويا لهذا الإيمان العجيب.